السيد الوالد. علاء ولي الدين بيروح للمخرج الكبير نور الدمرداش اللي كان صديق والده، ونور الدمرداش اكراما لوالده بياخده وبيقول له انا عاوزك تتعلم كل حاجه واي حاجه، عاوزك يبقى عندك درايه بكل حاجه بتحصل في الصناعه. وطبعا علاء ولي الدين بيسمع كلامه وبيشتغل كل حاجه حرفيا، شويه مساعد مونتير وشويه مساعد مخرج، وبيفضل يشتغل علاء ولي الدين مع نور الدمرداش لمده 7 سنين بيشتغل كل حاجه واي حاجه. نور الدمرداش كان كل ما ينبسط من علاء ولي الدين يكافئه بانه يديله دور صغير هنا او دور صغير هنا، لدرجه انه كان بيعمل ادوار صامته في مسلسلات زي الف ليله وليله مثلا، او مثلا تلاقيه بيعمل دور حبظلم ابن المقدم صنقر الكلبي في مسلسل علي الزيبق مع فاروق الفيشاوي. كل ده وعلاء ولي الدين بيشتغل ومصر على تحقيق حلمه. وده اللي كان دايما بيقوله في معظم لقاءاته، ان اي حد موهوب وعنده اصرار على ان موهبته دي تطلع هتطلع في يوم من الايام. وبيفضل علاء ولي الدين يتنقل ما بين ادوار صغيره لادوار اكبر، لحد ما السيد الوالد بيقوم بدوره لتاني مره في حياه علاء ولي الدين، ولكن المره دي بشكل مختلف ومؤثر، ومع حد هو اصلا اثر في حياه السيد الوالد، عادل امام. علاء ولي الدين يا شقيق في الفتره دي كان بدا يتشاف وبدأت موهبته تتعرف، ويتعرف انه كوميديان عنده البوتنشال. وطبعا عادل امام رفيق والده في شاهد ما شافش حاجه بيرافق الابن هو كمان في الارهاب والكباب، واللي بالمناسبه اشرف عبد الباقي ابن جيله وصديق عمره كان معاه، ويمكن دوره كان اكبر بحجم المساحه والدراما. ولكن اتفرج على علاء ولي الدين في الفيلم وهتفهم فرق التاثير ومداه لما عادل امام بيقرر يجيبه تاني في المنسي ويقول له الجمله دي. مساء الخير. مساء الخير. في حاجه حضرتك؟ انا شفتك قبل كده. مش عارف والله. انت بتروح المجمع؟